السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اهلا بيكم في اليوم السادس من تحدي 30 يوم جافا سكريبت على ليد كود. مسألة النهاردة هي المسألة التانية في التطبيق على الاري، او عشان نكون اكثر دقة الميثودز اللي في الاري. يعتبر لو فهمنا المسألة اللي قبليها اللي هي كانت بتعمل سيميوليشن او بتعمل المابنج، بس بتعمله ماشي. المابنج اللي هي الميثود بتاعت المابنج اللي هي البيلت ان في الاري. فهنا دي يعتبر بتعمل الفلتر، البيلت اللي هو نفس طريقة البيلت ان فلتر اللي في الاري. طيب خلينا نخش في السؤال على طول. المطلوب بيقول لك نفس الكلام، هيجي لك اري، الاليمنتس بتاعت الاري دي، العناصر اللي في الاري دي بتكون انتجر. تمام، عايزك تعمل فلتريشن بناء على ايه؟ بناء على الفانكشن دي. هو عنده فانكشن دي بتعمل كونديشن معين. بناء على الكونديشن ده، لو الفانكشن دي رجعت ترو حط الاليمنت ده في الاري، لو رجعت فولس ما تحطش الاليمنت ده في الاري. ده باختصار اللي بيتم. فنيجي مثلا نشوف اول كيس عندنا. فبيقول لك مثلا عندنا الانبوت ده عباره عن اري، الاري ده فيه elements اهي 0 10 20 30. وعندنا الفانكشن دي جريتر ذان 10 بتعمل ايه؟ اي element بيجي لها بتشوفه ريتيرن ان اكبر من 10. يعني ايه ان اكبر من 10؟ يعني ايه ان اكبر من 10؟ يعني لو جينا قلنا ريتيرن وليكن ريتيرن واحد اكبر من العشرة، ايه اللي هيرجع هنا؟ اللي هيرجع هنا فولس. تمام، يبقى الريتيرن بناء على الكونديشن بترجع فولس او ترو. فهو بقى عايزك بناء على الكونديشن ده لو رجع ترو تعمل بوش للاليمنت دون في الاري اللي انت بعته للفانكشن. طب لو رجع فولس ما تحطوش في الاري. يعني وليكن احنا لو دلوقتي عندنا اري عبارة عن واحد اتنين وخمسة. تمام. وعندي فانكشن كل اللي بتعمله ايه؟ الفانكشن دي كل اللي بتعمله اللي هي هتريتيرن. ده يعتبر كونديشن، الان اللي هتجيلها تكون اصغر من العشرة. تمام، هيجيلها ان وهتشوف الان دي اصغر من 10. فانا كل اليمنت هنا هاخد الواحد هبعته للفانكشن، الواحد اصغر من 10 فهترجع ترو. ادام رجعت ترو اعمل ايه؟ اروح جاي رايح على الاري بتاعي. انا كده عندي اري اهو فاضي عامله، هروح جاي حاطط فيه الواحد ادام رجع ترو. تمام، هاجي بعد كده على الاتنين هبعتها للان. بعتها للان، الاتنين اصغر من العشرة، ادام اصغر من 10 يعني رجع ترو. ادام رجع ترو اعمل ايه؟ يبقى كده الاليمنت ده اعمل له بوش في الاري. بيجي على الخمسة اصغر من العشرة، فاعمل لها بوش في الاري. طيب وليكن الاري بتاعي كان فيه اليمنت تاني كده 15، فهاجي على 15 اصغر من 10 فدي هتبقى فولس. ادام بقت فولس ما احطش الاليمنت في الاري. خلصت، رجع لي بقى الاري ده. بس دي كده كل المسألة. فخلينا نبدأ نحل السؤال. تمام، بيقول لي ايه؟ خالدين هنا نفس الكلام. بيقول لك ما تستخدمش الميثود البيلت ان في الاري اللي هي array دوت فلتر. تاني حاجة الفانكشن بتحتاج ايه؟ بتحتاج الاليمنت الحالي والاندكس بتاعه. تمام، الاي دي اللي هي الاندكس. طيب هنعمل ايه؟ لو بصيت على سؤال المابنج اللي قبليه هو يعتبر كان نفس الفكرة. فخلينا نبدأ. اول حاجة انا هعمل ليت array. تمام، مثلا ممكن نسميه الريزلت equal result او اي اسم يعني انت عاوزه equal array كده فاضي. تمام، بعد كده انا عاوز امشي على الاليمنت بتاعت الاري، الاليمنتس اللي في الاري وابعتها للفانكشن. فانا هعمل فور لوب. الفور لوب دي هتبدا من الاي ايكوال صفر، والاي اصغر من الاري دوت لينس، والاي بلس بلس. هتعمل ايه؟ هل هنا هروح اعمل هناك زي هناك array دوت بوش للفانكشن؟ لا، هنا هو عايز بيزد اون الريزلت او الناتج اللي جالك من الفانكشن دي تشوف هتعمل بوش ولا لا. يبقى انا هنا عندي كونديشن هقول له ايه؟ والله اف الفانكشن اللي هو بعتها لي دي اوف، ابعت لها الاليمنت الحالي اللي هو array اوف الاي وهبعت لها الاي. تمام، اعمل result دوت بوش للاري اوف الاي. خلينا نفهم كده الكونديشن دون عشان لو حد مش فاهمه. الكونديشن ده ممكن تيجي تعملها كده وممكن تيجي هنا تقول له equal تمام true.
تمام. ممكن تعملها كده وممكن تشيل دي كده، وهو عامة لو ترو، لو دي اتشالت كلها وبقت ترو خلاص هيخش ينفذ الكونديشن اللي جوه. لو فولس مش هيعمل حاجه، وهيروح كده كده على الاليمنت اللي بقى، هيروح يكمل فول لوب تاني. فايه اللي هيتم هنا؟ خلينا نمشي نتريس كده مثلا، دي حاجه مهمه جدا ممكن تتعلمها، انك تعمل تريسنج للكود بتاعك. فخلينا وليكن 5 و2 و8، وانا عاوز اعمل ايه؟ عاوز احط بس في الاري العناصر اللي اصغر من 8، يعني لو بتساوي 8 ما احطهاش، اصغر من 8 احطها. فايه اللي هيعمل؟ هيجي هنا هيمشي على اول عنصر اللي هو ايه؟ اللي هو الخمسة. تمام. هيجي هنا هيبعت للفانكشن دي الخمسة والاندكس بتاعها اللي هو اوف صفر. طيب بنعمل ايه؟ قال لك الفانكشن دي هترجع لي ايه؟ هترجع لي ترو، لان الخمسة اصغر من التمانية. ادام رجعت ترو هروح جاي داخل جوه حاطط في الاري وليكن الاري هروح جاي حاطط فيه الخمسة. تمام. نيجي على الاليمنت اللي بعده اللي هو كام؟ الاتنين. هيجي على الاتنين في الفور لوب هيروح جاي باعتها للفانكشن، هيبعت الاتنين وهيبعت الاندكس بتاعها اللي هو 1. ترو. الاتنين اصغر من التمانية، قال لك ادام الاتنين اصغر من التمانية خلاص تعالى لي في الاري وحط الاتنين. تمام. نيجي على اخر حاجة التمانية هيبعت التمانية في الفانكشن هنا، هيبعت الاليمنت اللي هو التالت اللي هو 8، وهيبعت الاندكس بتاعه اللي هو كام؟ 2. هيرجع له ايه؟ فولس. ادام رجع فولس مش هيخش الكونديشن ده اصلا، هيروح جاي طالع. بعد كده اعمل له ايه؟ خلاص انا خلصت الفور لوب بتاعتي، اجي بره الفور لوب كده اعمل ريتيرن للريزلت بتاعي. تمام. تمام. ماشي. نمسح بقى دول كده عشان نسيناهم قبل كده، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونرن. ريزلت دوت بوش. احنا هنا الريزلت مختار، عشان بس انا بقول لك ايه، خلي الريزلت كده كلها سمول. احنا بس اسمه ده كتبنا يعني الريزلت غلط، كتبناها كابيتال وهي سمول وسمول وهي كابيتال، ما علينا. المهم يعني احنا عدلناها. عرفت المشكله هنا بس كنت في حرف غلط. تمام. فخلاص اكسبتد الحمد لله. بسم الله. تمام كده يعتبر حلينا وانتهينا من المسألة الحمد لله. اتمنى اكون فدتكم. دي كده احنا حلينا مسألة، يعتبر عملنا سيميوليشن في المسألة اللي فاتت على المابنج اللي هو البيلت ان في الجافا سكريبت في الاري، وعملنا سيميوليشن على الفلتر في المسألة دي. لو حد عنده اي استفسار يقدر يكلمني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.